بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم خير معلم، علمت بالقلم القرون الأولى، أرسلت بالتوراة موسى مرشدا، وابن البتول فعلم الإنجيل، وفجرت ينبوع البيان محمدا، فسقى الحديث وناول التنزيل. مدير الفاضل، آباء المعلمين، زملاء الطلاب، يسعدنا نحن طلاب الصف الثاني الإعدادي من فصل ثاني أول أن نقدم لكم إذاعتنا الصباحية لهذا اليوم الاثنين الموافق 13/3/2023. تلا الرسول كتاب الله فالتفتت الدنيا بأكملها، تصغى إلى الصور مع أولى فقرات إذاعتنا اليوم القرآن الكريم، فمع القرآن الكريم والطالب معتصم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه، سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. صدق الله العظيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فمع الحديث الشريف والطالبة منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنين، رجل أعطاه الله مالا فسلطه على كتف الحق، ورجل أعطاه الله حكمة فهو يؤدي بها ويعلمها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن لكل شيء عمود، وعمود إذاعتنا هي كلمة الصباح، فمع كلمة الصباح والطالبة شروق. بسم الله الرحمن الرحيم. يسعدني أن أقدم لكم كلمة الصباح لهذا اليوم، وهي بعنوان المعلم. أساتذة الكرام، أرفع كل معاني التقدير والشكر لكل واحد منكم، أستاذي أبان الأجيال والمستقبل. يا عنوان كل مجد وحضارة، وأساس كل تقدم وعمران. لقد كنت وما تزال أنت الصديق القريب إلى عقلي، بفهمه لي وحرصه على مستقبلي. أستاذي، لقد علمتني أنك الإنسان الذي يلعب دورا مهما في تاريخ كل أمة، وأنك رمز من رموز التقدم والحضارة. فشكرا لك. أعلم أن هذا الشكر لا يكفي ولا يوفيكم حقكم، وماذا عساني أقول أكثر مما قال الشاعر: قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسوله. شكرا. والآن دعونا ننهل من معين حكم الحكماء وتجارب الخبراء، فمع الحكم والأمثال تقدمها الطالبة خلود. أولا، اصبر على مر الجفاء من معلم، فإن رسوب العلم في نفراته. ثانيا، من علمني حرفا زدت له ودا. ثالثا، العلماء ورثة الأنبياء. رابعا، من طالب العلم للمعاد فاز بفضل من الرشاد. خامسا، المعلم شمعة تحترق لتضيء دروب الإخاء. وشكرا. تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أخو العلم كمن هو جاهل. فمع فقرة هل تعلم تقدمها الطالبة خلود. هل تعلم أن احترام المعلم يكون قبل التعليم؟ هل تعلم أن أول التأديب
واحترام المعلم يكون قد أديت نصف مشوارك التعليمي. هل تعلم أن مهنة التدريس هي من أهم المهن، لأن جميع المعلمين بالمهن لابد أن يمروا على يد المدرس؟ هل تعلم أن أول من اخترع الصفر في الرياضيات هو العالم العربي المسلم محمد الخراساني؟ هيا بنا إلى واحة من الأدب العربي وجمالية لغته مع فقرة شعرية تقدمها الطالبة مريم. قالوا المعلم قلت أفضل مرسل، هو رائد العلم الصحيح الأمثل، هو رائد التعليم منذ تنزلت آيات اقرأ في الكتاب المنزل، ربى وعلم أمية حتى هداها للمقام الأفضل، الله علمه وطهر قلبه وحبى رأي العاقل المتأمل، حتى غدوا في الأرض قالوا أهلها وأهل العلم أصفى منهل، قالوا المعلم قلت أشرف مهنة بضياءة الليل وجهلا منهل، هي مهنة الرسل الكرام وسموا بها عن كل ذي وهم وكل مضلل، وأتم بها المولى بضياءة رسالته فأتى بميزان العلوم الأكمل، يكفي المعلم أن أفضل مرسلا هو نجم مهنته الذي لم يأفل. ومع فقرة القصيدة تقدمها الطالبة ياسمين. هذه عهود الله وعهد في عنقي يدوي مدى الأيام بأن تبقى في دمي، يا معلمي هاك قاسمي لحن في فمي في فمي في فمي، يا معلمي هاك قاسمي لحن في فمي في فمي في فمي، هيا نحو الأقلام لنبدد كل ظلام، وبنور الحبر الأزرق نرسم أجمل أحلام، نحفظ حروفا بيضاء ثم نحمل أعلام، لرسول العلم نحيي ونغني في الأيام، يا معلمي هاك قاسمي لحن في فمي في فمي في فمي، يا معلمي هاك قاسمي لحن في فمي في فمي في فمي، لجدار العلم يشيد فيحق له التمجيد، فن أدب وعلوم لا حجر ولا قرميد، في سهر يكتب درسا في نصف الليل وحيد، وأنا أحلم أحلاما في فرش النوم سعيد، يا معلمي هاك قاسمي لحن في فمي في فمي في فمي، يا معلمي هاك قاسمي لحن في فمي في فمي في فمي، غني لي يا عصفورة واحكي لي عن أسطورة فيها وحش دموي يملك بلدا مسحورا، بطلي فيها أستاذي يهزم وحش الأسطورة، فأغني مرحا دوما يحيا بطل الصبورة، يا معلمي هاك قاسمي لحن في فمي في فمي في فمي، يا معلمي هاك قاسمي لحن في فمي في فمي في فمي، لك يا أستاذي الفاضل بلسان الشكر نقول في أنشودتنا الكبرى شكرا جهدا مقبول، حاسوبا لا يحسب كم عملا منك مبذول، في الصف يا أستاذي أنت الجند المجهول، يا معلمي هاك قاسمي لحن في فمي في فمي في فمي، يا معلمي هاك قاسمي لحن في فمي في فمي في فمي. والآن مع النشيد يقدموه لنا الطلاب، فمع النشيد والطلاب. ميسيو مليون بونجور، أفيك من أمور، أحسن أستاذ شرحك ممتاز شغل بإخلاص،
ومعاك شاطرين دايما ناجحين ومفيش صعوبات. اي امتحانات سهله يا مسيو. ميسيو شرحك ممتاز. من اول كلمه بتقولها بنفهم مش بنلاقي تلكيع. في الفصل انت مسيطر بتحبك كل المجاميع. من غير تعقيد بتفت اسلوبك سحر بجد خطير. وملخص لينا المنهج ومرتب كل المواضيع. حبيناكم من اول حصه. من اول حصه 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 بقى بينا قصه. من اول حصه 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 بقى لينا قصة. لو مش فاهم يشرح لي، لا بيزق ولا بيزعق لي ويبص لي ويبرق لي. المعلومة تخش في عقلي. متواضع مش متكبر، في الدرس يقعد ويكرر. عننا عمره ما يتأخر، قبل ميعاده بثانية بيحضر. واما يحب يشد الشدة بيشد الشدة شدة. امتحانات جامدة. بيشد الشدة شدة. امتحانات جامدة. أستاذ حسن قام ومشهور، واللي يعوزه يقول له ده كور. لا بتاع شو ولا أي مظاهر، أحسن أستاذ حسن. وعليه كلام وإفيهات خيال، مش بنزعل إحنا مهما قال. ويقول في كاسة وهوايل، بخت عليكم وحظكم هاي. ما بنزعلش بنضحك أكتر، بنضحك أكتر. أستاذ كارك بنضحك أكتر. أستاذ كاركتر بيقول معهوش أي كاشات. ونجاب ولا موبايلات، يعمل نفسه جايب بالقسط. وعليه كمبيالات، خايف من العين واللكلك. ساب عربيته جايب توك توك. سيطر على كل الطلبة ومحدش فينا يقدر يفرق. في امتحان الحصة الجاية جاية. الله عليا ليا. الحصة الجاية جاية. الله عليا ليا. في الفصل انا كنت بغني، بيبص لي بس بترعبني. وان غبت بيسأل عني، وبقول تعبان كان يسامحني. يشرح في ايدي كنزايه، وبيدينا الزيتونيه. خف الدم ودي حكايه منه بنستنى القلشايه. واخر الدرس يقول تورنتو ولا انتوا نمتوا. طب تقروا انتوا ولا انتوا نمتوا. لما اغلط بتوتر جدي، بدعي في سر الحصة تعدي. واما اتأخر في النقدية تفتن عني الأبلة سمية. الشباب بتوعه في الفريج، ومفيش طالب ما بيفهمش. واللي ما تفهمش يقول عنها حد يتكبر لها في ودانها. أحسن أستاذ حسن. أحسن مدير. أستاذ حسن. مدير نادر. أستاذ حسن. مدير نادر. كما بدأنا بالقرآن الكريم نختم به أيضا، والآن مع القرآن الكريم والطالب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. ها هو وقت الوداع حان، وزمان البيت آن، وإلى لقاء قريب إن شاء الله، آملين أن تكون إذاعتنا قد حازت على رضاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.